هذا هو ابراهيم الهلالي، والكرة الآن كرة خطيرة لمصلحة نادي كربلاء، تدخل قوي وركلة جزاء. نعم، تهور من حسنين محمد وركلة جزاء لكربلاء في وسط أنصارهم، وسط مشجعيهم. نعم، هذه الجماهير العاشقة المتيمة بحب اسم العميد الكربلائي، وركلة جزاء على حسنين محمد وكسرة بيت ونقاش مع محمد سلمان، ونشاهد نقاش ما بين لاعبي نادي كربلاء على تنفيذ الركلة. يعني يجب ركلة الجزاء يعني محسوم أمرها من هو اللاعب المسدد. وهنا التدخل القوي وتهور من حسنين محمد باتجاه اللاعب أحمد عبد الرزاق، وأحمد عبد الرزاق البديل ولسان حاله قال لعباس عطية ادخلني يا مدرب لأعمل لك الجديد وأغير النتيجة. وهذه الآن ضربة الجزاء، هل تتغير النتيجة؟ هل يعود العميد الكربلائي أمام الهوليري؟ محمد قاسم صيف المهاجم القادم من الشرطة أمام حسنين ومحمد قاسم. محمد جول التعادل لكربلاء عن طريق ركلة الجزاء. ركلة جزاء ثانية ناجحة في هذا اللقاء بعد ركلة الجزاء الأولى الناجحة لنادي أربيل، والدقيقة 85 تعلن عن نتيجة التعادل. أكيد الجماهير الكربلائية فرحة بهذا التعادل، تعادل ثمين جدا، خاصة نتكلم عن 5 دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء، وعاد كربلاء والعود محمد ومستحق، وعباس عطية هادئ جدا لا يحتفل بهذا الهدف. أكيد هناك نقاط، هناك أخطاء ارتكبها لاعبي كربلاء.